الفصل اللي السبورة فيه بتكتب لوحدها في آخر شارع هادي قريب من الكورنيش، واقف مبنى مدرسة قديم متآكل من الزمن، شبابيكه مكسورة والتراب مغطي الفصول، وبابه الحديد عليه صدأ سنين طويلة. دي مدرسة البنات الإعدادية القديمة، المدرسة اللي اتقفلت فجأة سنة 2005. الورق الرسمي قال المدرسة محتاجة ترميم، لكن أهل المنطقة كلهم عارفين إن السبب الحقيقي كان فصل واحد بس، فصل 3/2. بداية الحكاية سنة 2004. كان في بنت في أولى إعدادي اسمها مريم، هادية جدا، بتقعد دايما في آخر ديسك جنب الشباك. البنات كانوا يقولوا إنها طول الوقت بتبص بره وتتكلم لوحدها أوقات. وفي يوم شتا مريم ماتت في حادثة وهي راجعة من المدرسة. المدرسين قالوا دقيقة حداد والدنيا كملت عادي، أو على الأقل ده اللي كانوا فاكرينه. أول ليلة، تاني يوم الصبح، فراش المدرسة طلع يفتح فصل 3/2. أول ما فتح الباب وقف مكانه. كل الكراسي كانت ملفوفة ناحية السبورة، كأن في شرح كان شغال طول الليل، مع إن الفصل كان متقفل بالمفتاح. الراجل حاول يقنع نفسه إن البنات كانوا بيلعبوا قبل ما يمشوا، لكن لما قرب من السبورة إيده بدأت تترعش. كان مكتوب بالطباشير الأبيض طلعونا، بخط صغير طفولي، كأنه مكتوب بإيد عيل صغير. الطباشير اللي بيرجع يكتب لوحده الفراش مسح الكلام بنفسه واتأكد إن الفصل فاضي. لكن تاني يوم رجع الصبح ولقى السبورة مكتوب عليها إحنا بردانين. المشكلة إن المدرسة كلها كانت مقفولة ومفيش حد عنده مفتاح غير المديرة. المدرسين بدأوا يخافوا، خصوصا بعد ما البنات اشتكوا إنهم بيسمعوا صوت طباشير بيكتب بالليل وصوت ديسكات بتتحرك فوق بعض. البنت اللي في آخر الفصل بعد أسبوع، إحدى المدرسات اتأخرت بعد اليوم الدراسي وهي ماشية في الطرقة، سمعت صوت شرح جاي من فصل 3/2، صوت بنت صغيرة بتقرا بصوت واطي. قربت من الباب وبصت من الإزاز المكسور وشافت حاجة عمرها ما نسيتها. فصل كامل مليان بنات قاعدين في أماكنهم ساكتين تماما، وفي آخر ديسك كانت مريم لابسة المريالة القديمة وشعرها مغطي وشها. المدرسة جريت وهي بتصرخ، ومن بعدها قدمت استقالتها وما رجعتش المدرسة تاني. آخر يوم في المدرسة المديرة نفسها ما كانتش مصدقة أي الكلام ده، وقالت إن المدرسين بيخوفوا بعض. قررت تدخل الفصل بنفسها. الساعة كانت 6 الصبح والمدرسة فاضية تماما. طلعت الدور التالت ووقفت قدام فصل 3/2. الباب كان موارب سنة بسيطة، دفشته بإيدها ولقت بنت قاعدة في آخر ديسك ظهرها للباب. المديرة اتنهدت بغضب وقالت مين اللي موجود هنا؟ البنت ما ردتش، قربت منها خطوة ولاحظت إن الأرض كلها مليانة تراب إلا تحت الكرسي، كأن حد قاعد فيه من شوية بس. المديرة نادت تاني بصوت أعلى، أنت مين؟ البنت بدأت تلف رأسها ببطء شديد، لكن قبل ما وشها يبان النور فصل. الفصل غرق في الضلمة، وفي اللحظة دي سمعت صوت طباشير بيكتب على السبورة، صوت سريع عنيف كأن حد بيحفر في الحيطة. النور رجع بعد ثواني، الكرسي بقى فاضي، لكن على السبورة كان مكتوب ليه سابتونا لوحدنا. المديرة أغمى عليها مكانها، وبعدها بأسبوع المدرسة اتقفلت بالكامل. لحد النهاردة أهل المنطقة بيقولوا إنك لو عديت جنب المدرسة قبل الفجر هتشوف نور خافت طالع من شباك فصل 3/2. وأوقات في عز السكون هتسمع صوت طباشير بيكتب ببطء. عشان كده في قاعدة مشهورة هناك متجيبش سيرة فصل 3/2 بعد المغرب، لأن الطباشير بيسمع.